عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد بنصور اخر تطورات مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. وزي ما حضراتكم شايفين ظهور بوابات الشاطئ في سيدي بشر. طبعا الاعمال مستمرة. طبعا هنا احنا عند شاطئ سيدي بشر المميز، وهنا طبعا ظهور السور الخاص بشواطئ سيدي بشر وظهور بوابات. طبعا احنا في المرحلة الأخيرة من المشروع. تم إزالة السياج الحديدية اللي كانت موجودة في شواطئ سيدي بشر، وطبعا دي خطوة كبيرة جدا في إطار فتح الطريق وتوسيع الطريق. طبعا علشان يستعد لاستقبال الأسفلت تم فتح الطريق بعد التوسعة. طبعا طريق الجديد هيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري والزحام اللي بنعاني منه سنوات كتيرة جدا، خصوصا في فترة الصيف. اللي امامنا ده شاطئ سيدي بشر، ودي بوابات الخاصة بشاطئ سيدي بشر. البوابة الجديدة بدأ ظهورها معانا. طبعا دي الاساسات، اساسات بوابة شاطئ سيدي بشر المميز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي كده شاطئ سيدي بشر شغال معانا، ولكن في اعمال طبعا في باقي شواطئ سيدي بشر. طبعا شواطئ ميرامار وشواطئ ادوارد خراط. هنشوف مع بعض وهنوصل لحد نادي السيارات عشان نشوف اخر تطورات مشروع توسعة كورنيش اسكندرية صيف 2025. طبعا هيكون عندنا شواطئ جديدة وطريق جديد. تابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا كل التفاصيل. حاليا احنا في المرحلة الأخيرة من المشروع، وبيبدأ معانا من ميامي لحد المحروسة. وصورت معاكم كورنيش ميامي بعد التوسعة ووضع الأسفلت. الفيديو طبعا موجود على القناة. وحاليا بنصور من كورنيش سيدي بشر اللي تم إغلاقه في شهر 10 اللي فات صيف 2024. زي ما حضراتكم شايفين امامكم ده سور الخاص بشواطئ سيدي بشر، وطبعا في اعمال داخل الشواطئ مستمرة. العمل بيتم بشكل سريع جدا، وفي صيف 2025 هيكون عندنا طريق كورنيش واسع وشواطئ جديدة كمان. زي ما حضراتكم شايفين لسه في اعمال توسعة بتتم داخل الشواطئ. شايفين هنا الحفار، ده كده المعدة اللي موجودة في شواطئ سيدي بشر. بيتم حفر الشاطئ هنا لاستكمال أعمال توسعة كورنيش اسكندرية. طبعا هنا بيتم تكسير الرصيف القديم للشواطئ الخاصة بشواطئ سيدي بشر. طبعا لأنه هيتم توسعة الطريق 15 متر داخل البحر زي ما احنا عارفين. وهيكون طبعا عندنا طريق الكورنيش 5 حارات رايح و5 حارات راجع. زي ما حضراتكم شايفين هنا الحفار طبعا بيتم تكسير كل الرصيف اللي كان موجود على شواطئ سيدي بشر. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين برضو ظهور السور الجديد لكورنيش سيدي بشر. الحقيقة كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل مستمر على طول اليوم، سواء بالنهار أو بالليل. كل الأعمال مستمرة لإنهاء مشروع توسعة كورنيش اسكندرية في أقصى وقت قبل صيف 2025. مشروع توسعة كورنيش اسكندرية واحد من أضخم المشروعات التنموية في اسكندرية. مشروع توسعة كورنيش اسكندرية المرحلة الثانية اللي بيشمل توسعة شواطئ سيدي بشر وتحسين البنية التحتية على امتداد الكورنيش. طبعا منطقة سيدي بشر هي من أبرز الأماكن اللي فيها تطورات مهمة جدا. على الرغم اننا في رمضان الا ان الاعمال مستمرة على قدم وساق. بيتم العمل طول ايام الاسبوع لضمان عدم التأخير وانهاء المشروع قبل موسم صيف 2025. في الفترة الحالية بيتم بناء بوابات شواطئ سيدي بشر، البوابات الجديدة. وزي ما شفنا في أول الفيديو الأساسات الخاصة ببوابات شواطئ سيدي بشر. طبعا صيف 2025 هيكون عندنا شواطئ جديدة وطريق جديد واسع. وهنقول وداعا للزحام اللي كان موجود دايما في كل صيف بسبب طبعا تكدس مصيفين على الشواطئ. وطبعا طريق الكورنيش بيكون دايما مزدحم في فصل الصيف.
طبعا تم إغلاق كل شواطئ سيدي بشر في آخر صيف 2024 لتتمكن فرق العمل من استكمال أعمال التوسعة، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالشواطئ. توسعة كورنيش اسكندرية مش بس مشروع توسعة لطريق الكورنيش، كمان تحسين البنية التحتية للطريق. وطبعا هيتم إنشاء طريق جديد واسع هيسهل حركة المرور. وطبعا المشروع توسعة كورنيش اسكندرية هيفتح المجال أمام تطوير المزيد من المشروعات التجارية والسياحية في اسكندرية. هنا احنا متجهين لناحية نادي السيارات عشان نشوف آخر التطورات. طبعا شايفين هنا الطريق بعد التوسعة بقى واسع كبير جدا. اللي على الشمال ده الطريق الجديد، واللي على اليمين الصورة ده الطريق القديم. وزي ما حضراتكم شايفين تم إزالة السياج الحديدية لتمهيد الطريق لوضع الأسفلت. خطوات بسيطة جدا على انتهاء مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ظهور السور الخاص بكورنيش سيدي بشر، وكمان ظهور الرصيف الخاص بالكورنيش. فالخطوات اللي فاضلة بسيطة جدا لانتهاء المشروع على خير. صيف 2025 هيكون مميز جدا بشكل عام على شواطئ اسكندرية، وبشكل خاص على شواطئ سيدي بشر. التوسعة هنا هتخلي المصيفين يوصلوا بسهولة جدا للشواطئ، وهيكون عندنا شواطئ نظيفة وجميلة وعلى مساحة أكبر للاستمتاع بأجواء الصيف. توسعة كورنيش اسكندرية مش مجرد تطوير فقط للبنية التحتية، ولكن هو خطوة مهمة جدا لتحقيق رؤية سياحية وتجارية أفضل. سيدي بشر وميامي هي أحد الوجهات السياحية الرئيسية في اسكندرية. دايما طبعا بيكون عندنا تكدس في منطقة ميامي وفي سيدي بشر، لأنه طبعا دي من أكتر الأماكن اللي بيكون فيها مصيفين كتير في اسكندرية. ولكن مع توسعة الشواطئ ووجود الطريق الجديد هيكون في تحسن كبير جدا في الحياة في اسكندرية لسهولة الوصول لأي مكان على الكورنيش بدون أي زحام في الطريق. ومع الانتهاء من المشروع هتصبح منطقة سيدي بشر مركزا رئيسيا للأنشطة الترفيهية والاقتصادية في اسكندرية. هيكون شواطئ سيدي بشر مكانا مثاليا للعائلات والسياح للاستمتاع بالبحر والصيف. طبعا احنا هنا وصلنا عند قبل نادي السيارات، بنشوف اخر توسعة كورنيش اسكندرية اللي تم في المشروع بالظبط. وزي ما حضراتكم شايفين التوسعة تمت بالكامل للطريق لغاية قبل نادي السيارات. كل ده طريق كورنيش سيدي بشر بعد التوسعة. طبعا نأمل ان يتم الانتهاء من المشروع في وقت قياسي جدا قبل موسم صيف 2025. وزي ما حضراتكم شفتوا هيتم الانتهاء من مشروع كوبري محمد نجيب في 15 يونيو القادم. فاحنا كمان بنأمل ان مشروع توسعة كورنيش اسكندرية ينتهي كمان في 15 يونيو القادم عشان نستقبل صيف جديد بطريق كورنيش واسع وشواطئ جديدة في اسكندرية. لو كنتم من المهتمين بكل التفاصيل عن المشروع ده أو عن أي مشروعات تانية تخص اسكندرية، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.